تخيل كده في شخص في حياتك دايما بيقولك كلام حلو، بيكون جنبك وقت ما تحتاجه. دايما في ظاهره هو شخص كويس وطيب، مش بيزعلك ولا بيأذيك. لكن فجأة تكتشف ان الشخص ده مش زي ما كنت فاكر، وراه أسرار مرعبة، واحد تاني خالص. ده موضوع تاني حلقات برنامج تخيل كده. في مسلسل إقامة جبرية القصة بتدور حوالين شخصية اسمها سلمى. هي تبان إنها بنت طيبة ورقيقة جدا، لكن في الحقيقة ممكن تكون أكتر شخصية عندها أسرار لا تتخيلها ولا هتتوقعها. سلمى في البداية كانت متجوزة، لكن جوزها مات وكل الناس افتكرت إن جوزها انتحر، لكن الحقيقة سلمى هي اللي قتلته. استنوا، ده مش كل حاجة. سلمى مش بس بتخبي الحقيقة دي، لكنها كمان راحت عند دكتورة نفسية عشان تشتكي من همها من بعد وفاة جوزها، واعترفت للدكتورة باللي عملته في جوزها. الدكتورة قررت في تاني جلسة ليها مع سلمى إنها تسجل اعترافها، لكن سلمى بذكائها اكتشفت ده، وتحولت من بنت بريئة رقيقة لواحدة هتنتهز أي فرصة عشان تسيطر على الأمور اللي خرجت بره سيطرتها. اللي بيحصل هنا إن سلمى هتبني علاقات مع أشخاص عشان تستخدمها لصالحها، لدرجة إنها ترتبط بابن الدكتورة، وده مش عشان هي بتحبه ولا حاجة، لكن عشان تمسك الدكتورة من إيديها اللي بتوجعها. في الحلقات اللي فاتت من المسلسل أكيد شفتوا إزاي سلمى بتظهر قدام الناس كلها إنها شخصية طيبة جدا، لكن جواها شخص تاني تماما. هي مش بس قاسية، دي كمان مستعدة تعمل أي حاجة عشان تفضل في أمان، لدرجة إنها انتقمت من بنت بتحب اللي ارتبطت بيه. دي مش غيرة يا جماعة، لا ده عشان هي عايزة تحس إن هي في أمان ومحدش هيشاركها فيه. دلوقتي جه الوقت اللي هسألكم فيه. لو انت او انتي كنتوا في حياة شخصية زي سلمى، وكنت فاكر انها شخصية طيبة جدا، وفجأة اكتشفت انه مخبي عنك حاجات كتير، هتعمل ايه؟ هل هتواجه وتطلب منه يوضح لك الحقيقة، ولا هتخاف من عواقب المواجهة؟ بصوا يا جماعة، انا متأكدة ان في ناس حوالينا كتير ممكن يكون عندهم جوانب خفية، لكن مش دايما بنقدر نكتشف ده. السؤال هنا بقى، هل لما تكتشف الحقيقة هتقدر تتعامل معاها، ولا هتكون الصدمة أكبر من قدرتك على الاستيعاب؟ ولا ممكن تبقى زي سلمى وتخبي كل حاجة وتعيش في وهم إن كل حاجة زي الفل وتمام؟ وفي النهاية يا جماعة، الناس مش دايما زي ما بيظهروا قدامنا. كل واحد فينا ممكن يكون عنده جانب مظلم أو سر بيخبيه عن اللي حواليه، وعشان كده حرص ولا تخون، وربنا ينور بصيرتي وبصيرتكم.